النهارده هنعمل مقارنه احسن برجر في مصر. انا مش هروح اجيب لك شركتين واقول لك ده احسن برجر، ولا هجيب لك 4 واقول لك احسن برجر، بس يعتبر هيبقى معانا 6 شركات هيبقوا هم السوق كله. فيلا بينا نبدا من الارخص للاغلى، لان معانا ارخص واحد ب 110 جنيه فيه 20 قطعه، ومعانا اغلى واحد 288 جنيه وفيه 20 قطعه. ده كان من اختياراتكم لما قلتوا لي نعمل مقارنه البرجر. اكتبوا لي تحت بقى نعمل مقارنه ايه، اي حاجه هتطلبوها هعملها. 6 شركات معانا ارخص واحد اللحيمي ب 110 جنيه، واغلى واحد ميتكو 288. فوانت ماشي بقى في اسعار متفاوته، هنبدا من الارخص للاغلى، هنفتح ونوزن ونخش نسوي، ويلا بينا واحده واحده. نقول بسم الله ونفتح ب 110. يعني انا اتفاجئت ان اللحيمي ب 110 جنيه بصراحه. شوف التغليف، هنشوف كل حاجه الدنيا ماشيه ازاي. اهو دي شكلها، ده تغليفها. حط الميزان، شغل. هو كاتب لك على الكيس من بره يعني الوزن التقريبي 50 جرام. نوزنها بالكيس احسن بدل ما نفك ونبوظ الدنيا. يلا مش تفرق. قرب بقى مصور كده. 49 جرام. بعد اللحيمي في شركه اسمها جريت فودز، اعتقد هم كاتبين لي هنا في ريسيت المرايا، انا معرفش بقى هل فعلا تبع شركه المرايا ولا لا. فهنفتح دي ب 148 جنيه، يبقى بعد اللحيمي على طول جريت فود دي 148. دي ايه دي؟ دي عريانه ليه طيب؟ وفي واحده عريانه وواحده متغطيه، واحده عريانه واحده متغطيه، فنوزن ايه؟ نوزن المتغطيه. نوزن دي، قرب مصور. اوكي 40 جرام. 40 جرام طب هات العريانة كده. حاساها كبيرة. بجد. 41 جرام. وجهة نظر. ليه يعني؟ هو كام قطعه؟ هو اعتقد هو 20 قطعه، هم كلهم 20 قطعه. طيب نخش على تالت واحد معانا. بص بقى النقله من 148 هوب كوكي 203. عايز اقول لك حاجه، احنا هنجرب وهندوق وهنشوف احسن برجر وخلاص هتبقى مقارنه. لكن البرجر اللي هيتبقى ده انا هنزل ادوق الناس في الشارع زي ما انا دقت وجربت الشركات، كمان هم هيجربوا. ففي فيديو تاني هيبقى هنسوي كله وهنعمل سندوتشات وهتبقى ليله. فالفيديو الجاي ان شاء الله هتبقى ليله كبيره قوي والناس هتتبسط معانا في الشارع. فيلا نخش بقى على كوكي. كوكي 203 اهو، ده الشكل برضو، تغليف لذيذ قشطه، كيس بلاستيك لكل واحده. انزل يا مصور. ده كام يا مصور؟ 56 جرام. عالينا شويه بالوزن. خش على تالت واحد واغلى، يعني يعتبر في النص ما بينهم، حلواني اخوان. ده 204، يعني فرق جنيه بينه وبين كوكي. برضه انا استغربت، انا كنت فاكر حلواني اغلى حاجه، بس في بقى نوع من حلواني اللي هو اسمه حلواني جامبو، بيبقى البرجرايه عملاقه. ف ده برضه الشكل اهو. طبعا هنسوي كل واحده لوحدها عشان ما نلخبطش الدنيا. ده برضه مكتوب عليه كيلو 20 قطعه، 50 جرام المفروض. واضح انهم كلهم 50 جرام. 52 جرام، قول الكيس يا عم 2 جرام. يلا بعد كده اطياب قبل الاخير، يعني قبل اغلى واحد 267 جنيه. الاسعار دي انا جايبها من سوبر ماركت مشهور في مول العرب. تمام. يمكن السعر بره اغلى ارخص، انا ما اعرفش بقى دي مفتوحه ليه. هل وانا بقص؟ ممكن وانا بقص. يبقى هنا وانا بقص ممكن المصور شلت انزله ما هم كده. دي شكلها اطياب. قرب المصور اوزن. كام مصور؟ 53. 53 برضه هو في رينج الخمسينات. هو اقل واحد فيهم جريت فودز 40 جرام. نركن على جنب. اخر واحد واغلى واحد ميتكو. ناس كتير طلبوه، يعني قالوا لي ميتكو، عايزينك تجرب ميتكو بالاسم كده. فبصراحه تعالوا. هو مبدئيا الكيس مفتوح من قبل ما افتحه. بص صباعي تهويه. لازم يهتموا بالتغليف اكتر من كده، احسن فار يخش جوه النهار. دي شكلها والله تصدق فعلا تحس الدنيا مختلفه. الملمس نفسه 288 جنيه، يعني داخل على 300 جنيه، يعني داخل على 8 كيلو لحمه. قرب يا مصور. هي اللحمة ب 300 جنيه؟ مستورده. قرب يا مصور. 55 جرام. يعتبر اعلى وزن واغلاهم. فيلا بينا هنسوي واحد واحد من الارخص للاغلى، هنجرب بما يرضي الله.
التجربة دي تبين بس الفروقات البسيطة، البهارات، الطعم، معرفش ايه. احنا وزننا قبل التسوية، مش هوزن بعد التسوية عشان ما تزهقش. فيلا بينا. قرب كده مصور، احنا سوينا وجينا. انا ماشي بالترتيب بالظبط، يعني من الارخص للاغلى. يعني لو طلعنا هنا ارخص واحد، ثانية واحدة اهون، هتلاقي نفس الشكل نفس كل حاجة، فاهمني؟ فانا ماشي كده بالترتيب بالظبط. انا عايز اقول لك انا لقيت فرق غريب. يعني بص يا مصور، في فرق في الشكل حتى. نبدأ من ايه؟ نبدأ من الاغلى. نبدأ بالاغلى. يلا بينا. نجيب ميه عشان نفصل بين كل واحده وواحده. اغلى واحد معانا متكو، اللي هو ده ب 288. انتوا بقى فاكرين الاسعار لان انا ايه هدوق بس. هي شكلها حلو بصراحه، شكلها حلو، بس حجم البرجريه طبعا صغير. احنا عملنا الوزن ده، شكلها من جوه. فنقطع وندوق ونقول بسم الله. يلا مصور اطلع لفوق. بسم الله. ودي اجمل لحظه بحبها. شكل البهارات كمان فيها من بره حلو. هنفصل. تاني واحد معانا اطياب. برضو انتوا فاكرين السعر، انا مش هقول السعر تاني. اطياب المفروض تاني اغلى واحد. تعال ندوق شكله. ما في اطيب من هيك ولا في اطيب من هيك؟ في الاخر مش هديك اي خلاصه دلوقتي. شغال تمام. تالت واحد معانا حلواني اخوان. انا فاكر شكله، انا كنت فاكره زمان بصراحه يعني. انا دايما كنت بنزل السوبر ماركت فين حلواني حلواني. احنا كنا مقتنعين دايما ان حلواني احسن حاجه وانضف حاجه لحد دلوقتي عمال. بس هندوق ونشوف. ده شكلها. بسم الله. طيب احنا جربنا اغلى 3 انواع، نخش على ارخص 3 انواع. يعني هو ماشيين بالترتيب، بس انا عايز اوريك الفرق بين قربهم كده صور. باين واضح عندك الدنيا؟ افتح لي كده بالنص. ده شكلها. هي بتكون عجينة ولا ايه؟ يعني معظمها. ودي شكلها من جوه. فالشركة دي هي كوكي. كوكي. تعال ندوق. خش على اللي بعديها. جريت فودز، اللي هو بيقول لك تبع شركة المراعي اعتقد. مبدئيا هي بص القطعة بقى لما اتعملت دي كانت اقل كمية او اقل وزن. بص 40 جرام. بص بقت عاملة ازاي. يعني دي لو حطيتها في واحد كايزر، المشكلة ان احجام الكايزر دلوقتي بقت غريبة. ده الشكل اهو. كلت بالشمال، بعتذر لكم طبعا. طعمها حلو لذيذ، يعني البهارات فيها كتير. تمام. نخش بقى على ارخص واحد معانا وهو اللحيمي. دي شكل البرجرايه. باين. دي شكل البرجرايه. دي تتاكل كده، شبه اللانشون قوي. حانت لحظه الخلاصه. انا بحب اللحظه دي وبكرهها في نفس الوقت، لان انا ما بقاش قصدي ان انا اختار حاجه عن حاجه، بس يعني هي المقارنه بس بتبين الفروقات البسيطه بين حاجه. بالنسبه لي والناس فعلا كان عندهم حق، ميتكو تحفه. ميتكو غاليه بس تحفه. طبعا انتوا عارفين البرجر بتاع الشركات، برجر الشركات او البرجر المصنع غير الفريش، اللحمه الفريش او السماش برجر او الكلام ده برجر مصنع بتاع شركات. ممكن اوقات كتير مطاعم بسيطه بتستخدمه. فعشان نبقى فاهمين احنا ماشيين ازاي، عايز برجر شركات وعارف طعمه، انا بقول لك بنصحك ميتكو. ميتكو حلو جدا. يليه بالنسبه لي من وجهه نظري المتواضعه حلواني اخوان. حلو قوي. يعني هو فرق برضو، اقول لك السعر. حلواني 204، ميتكو 288. فرق 80 جنيه، فرق 84 جنيه. فانت اختار. انا اخترت لك اتنين حلوين قريبين من بعض جدا. بس الباقيين كلهم زي بعض، يعني كلهم يتساووا. لكن الاتنين دول عجبوني فعلا. حتى بص الشكل كده بعد ما عملنا. قرب كده مصور. الباقيين كلهم نفس الطعم نفس البهارات قريبين من بعض جدا. هما الاتنين دول بس اللي فرقوا. ده حلواني وده ميتكو. التجربة بتاعت النهاردة كانت مكلفة، بس انا مبسوط ان انا عملتها، وبحب اي حاجة انتوا عايزينها اعملها لكم.
فبس كان معاكم حسام حسن اللي بيجرب الاماكن كعميل مش كفود بلوجر، ودي من وجهة نظري الشخصية الصغيرة. عايز تاخد بيها خد، مش عايز براحتك. اهم حاجه بس حتى لو مخدتش بيها اكتب لي في الكومنت عايز المره الجايه الفيديو يبقى عامل ازاي، التجربه تبقى عامله ازاي، من اي حاجه في السوبر ماركت بره السوبر ماركت. بص انا معاك، اكتب وانا معاك. اشوفك فيديو جديد، سلام.